بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك. وطبعا والدتي يا جماعة بتسلم عليكم وبتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعودها عليكم بخير، امين يا رب العالمين. طبعا دي سلامها ليا كل مرة، سلمي له على حبايبي سوير. وطبعا انا يعني ايه بوصل الرسالة يا جماعة زي ما انتم زي ما انتم سامعين كده. بوصل الرسالة، سلمي لي عليهم يسيروا، قول لهم ولادي وحبايبي واصدقائنا دعمونا وقفوا جنبنا بعد ربنا. جات لي سيروا، قول لهم كل سنة وانتم طيبين وعودها عليكم بخير، امين يا رب العالمين. طبعا احنا قلنا النهارده كده نعمل روتين في المطبخ الجميل اللي انتم شايفينه ده. بس انا عملت روتين قبل ما ابدا بقى ايه، نجهز افطارنا ونجهز اليوم الجميل بتاعنا ده. بصراحة كان يوم جميل جدا جدا، يعني ايه انا قمت كده بدأت بالروتين الاول. امي جات يا ساره جهزي، طب قال لي طب اطبخي، طب مش عارفه ايه، قلت لها لا مفيش طبخ كده 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 عامه، يعني بيبقى الظهر حلوين دولي، وبعد كده ايه اغسل البوتاجاز، وبعد كده نبدا بقى ايه نجهز. انا كان في دماغي خلينا اجهز، يعني ايه قال لي اعمل اي حاجه كده عشان مش نتاخر يعني. قلت لها لا، بس انا عارفه طولت ما انا بقى ببدا الروتين بالذات في المطبخ، اللي انا هغسل مواعين وامسح واغسل البوتاجاز غسله حلوه، ويعني ايه اللي انا هغيب يعني. قلت لها لا ما تخافيش، انا مش هعمل كده، عامه هي الارضيه مش همسحها النهارده، انما المواعين هيتغسلوا والبوتاجاز هيتغسل، وبعد كده ايه ادخل بقى على الاكل الجميل اللي احنا هنجهزه النهارده افطار اليوم يعني. جات لي خلاص ماشي يا سور، بدات بقى انا لميت حبه المواعين اللي انتوا شايفينهم دولي، قلت اديهم غسله معتبره كده الاول، وبعد كده ايه نشوف الحاجه التانية اللي احنا هنعملها. بصراحه كان يوم جميل جدا جدا. انا قمت النهارده من الصبح كده، كان يوم الجمعه دي بيبقى يوم زي العسل بصراحه، احلى نبي. طبعا بدأنا بقى اللي احنا نخلص دور الروتين زي ما انتوا شايفين كده. واحلى روتين النهارده طبعا جهزناه وخلصناه في المطبخ، هي اللي مساعداني يا جماعه والله يعني امي جات لي سار انتي منزله المواعين قبل كده، قلت لها لا، ما كل حاجه هعملها بعد كده هتنزل على الصفحه، سواء روتينات سواء طبيخ سواء مسحان سواء اي حاجه مهما كان، كل حاجه هنزلها على المطبخ. آه، قصدي كل حاجه هنزلها على الصفحه يا جماعه انا بقول المطبخ معلش عشان دور البرد اليومين دول مؤثر فينا بطريقة رهيبة يعني. قالت لي خلاص اللي انت شايفاه، مفكرة يعني ان انا ايه مش هصور المرة دي، ليه منصورة قبل كده ومنزلة يعني سوا الاكلات سوا روتينات غسيل مواعين كده الاطباق. قلت لها لا، ما هو كده كده ايه يعني انا هنزل الموجود، اي حاجة انا بعملها وموجودة هنزلها على الصفحة. المهم ايه نخلي حبايبنا دايما معانا عشان مش ينسونا ولا يبعدوا عننا. كل حاجة يما بعملها بعد كده هتنزل على الصفحة، أي حاجة سواء شوية سمك سواء طبيخ سواء روتينات سواء أي حاجة مهما كان هنسيبها تنزل على الصفحة عادي. مش هقول إن أنا لسه منزلها قبل كده وارجع تاني أنزلها، لأ، عادي هو الموجود وهو ده اليوم بتاعي اللي أنا بقضيه يا جماعة، بعرفه أنا شغالة إزاي وبوريكم يعني ده شغلي اليوم. هو يوم الجمعة الجميل المبارك، يعودها علينا بخير يا رب، احنا والمسلمين كلهم. احلى ايام هي شهر رمضان، واحلى ايام هو يوم الجمعة. بسم الله ما شاء الله. طبعا خلصت غسيل المواعين زي ما انتم شايفين كده، وبدات بقى ايه بغسيل البوتاجاز. هو غسيل البوتاجاز عندي ده على طول، عشان كده دايما نظيف يا جماعة، بس انا ايه بغسله. يعني المفروض امي جات لي يا سهر طب اطبخي الاول وبعدين قلت لها لا، انا هطبخ على نظافة، رغم اللي هو نظيف برضو، بس يعني ايه انا كده كده غسيل بدل غسلت المواعين او وليا كيف اغسل البوتاجاز هيتغسل كده كده الروتينات يعني ايه شغالة على طول يعني. قالت لي خلاص ماشي. انا عندي يا جماعة ساعة ما بخلص طبيخ ساعة ما بخلص اي حاجة اكل اي حاجة مهما كان، البوتاجاز ده عندي نظيف، حتى لو في ايه دايما بتغسل على طول. انا ما بسيبوش لتاني مرة وقع عليه اي حاجة من الاكلات، لازم اللي انا اغسلها، لازم اغسل البوتاجاز على طول، ما بسيبوش كده اللي انا ايه اقول المره الجايه طب بغسله ابقى امسحه مش عارفه ايه، لا انا دايما حاجتي نظيفه اول باول. البوتاجاز دايما نظيف، الكوش بتاعته دايما دايما انا بغسلهم على طول يا جماعه، تحس ان المكان نظيف في كل حاجه، في كل حاجه نظيف، سواء بوتاجاز سواء رخامه سواء الارضيه سواء بيتنا سواء اي حاجه مهما كان، هو المكان دايما نظيف، مش بسيبه لاي يعني يفضل لمره ولا اتنين ولا تلاته، لا انا دايما على طول على طول مسحان الحاجات دي عندي بالدنيا بحالها. عايزه يعني ايه ممكن حد يجي على سوا برضه يلاقي المكان نظيف، بدل في يعني مش كل الناس يا جماعه، في ناس بتتكلم في النظافه واي حاجه كده. قلت لها لا انا مش عايزه حد يعدل عليا،
دايما بيتي نظيف، حتى اجي حد على سهوة مش عايزة حد يقول انتي وانتي يعني ليكي صفحة او كده ولازم قلت لها لا، انا كده كده نظيفة يما، ولازم كل حاجة تفضل نظيفة عندي أول بأول. بسم الله ما شاء الله. وبعد البوتاجاز ده مشجعني في كل حاجة يا جماعة، كل حاجة مشجعني في غسيله، في الأكل بتاعه جهزه فيه، يعني بصراحة كل حاجة جميلة جدا. ولا الفرن بتاعه من تحت كده لما بعمل فيه لحوق المعمر أو طاسة المعمر أو أي حاجة مهما كان، أو شوفوا اللي يخطر على بالكم بعمله في البوتاجاز بصراحة. يعني ليه؟ مريح في كل حاجة، في كل حاجة زي العسل. كان نفسي يجيلنا من زمان، وكان نفسي يبقى عندي بوتاجاز نظيف زي كده زي من زمان خالص، بس الحمد لله بيجي يوم ربنا يراضي، والحمد لله رضا. بسم الله ما شاء الله. شفتوا؟ عشان انا غسلاها على طول ومنضفاها على طول، تشوف اللي هو ملمع، يعني بلمع على طول كده، مش زي ما انتوا فاهمين كده. لا، ده هي هتسيبه لتاني مرة، حتى لو اتوسخ اسيبه مرة تانية، اطبخها بغسلها لا، شفتوا عامل ازاي اهو؟ شو منور ازاي. اظن لو الاكل بقى عليها على طول ومبقع كده عمره ما كان ينضف كده بصراحة، يعني مش هكدب عليكم. لا، ده نضيف 100%. بسم الله ما شاء الله اهو. غسلته غسلة معتبرة، وبعد كده نشفته اهوت، وجيت برضو جبت عدت عليه بالمية نظيفة، يعني ايه عشان تبقى تنشفة كويسة كده. المهم ايه، في الحالتين انا مسحته مسحة كويسة برضو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. نظيف جدا جدا. شو عامل ازاي بصراحة، يعني أنا مش عارفة أوصف لكم إزاي إن غسيلي فيه على طول وتنظيفي فيه على طول مخليه بلمع كده. بسم الله ما شاء الله. عسل، وغسلت الكوش بتاعته، وغسلت كل حاجة اللي لازم للبوتاجاز غسلته، ما سبتش أي حاجة لما غسلتها غسلة معتبرة كده برضو، ونشفتها برضو. وقلت إن أنا إيه أبدأ بقى هخلص ده كل هيته، وأبدأ بقى في الطبخ بتاعنا عشان إيه منع التأخير وكده برضو. يا دوبك اللي انا اولع على الاكل، وان شاء الله كده كده في الحالتين ان انا هنهض برضو على الفطار، وهيبقى زي العسل. احلى فطار النهارده واحلى روتينات النهارده. بسم الله ما شاء الله. بدأت اللي انا خلصت البوتاجاز وهمسح برضو الرخامه، يعني انا وشوف هتطبخي معاها يعني على طول دايما في لحمه بتبقى على طول، مش كل اللحمه يعني عامه. حسب اللحمه اللي احنا نجيبها، يعني اللحمه اللي احنا بنجيبها ديت ممكن نولع عليها على طول بتستوي. في لحمه بتبقى عجول صغيرة كده بتستوي على طول، وفي لحمة نلاقيها كبيرة، يعني حسب اللي احنا نروح نقطع من عند الجزار ونجيب اللحمة، يعني حسب يقول لنا يعني دي اللحمة دي ولا دي الموجود هنا يعني. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. اهو شفتوا كده انا خلصت. واحلى حاجة طبعا الحلة اللي متركبة دي يا جماعة، مديها وسع بقى للحاجات الجميلة، ومخلينا ان انا ايه نشيطة على طول، يعني في الغسيل المواعين وفي كل حاجة. بسم الله ما شاء الله. جبت طبعا الفرخة خلطت تحتها البصلة والطماطماية والتوابل بتاعتها اللي هي البهارات والكمون، وكل حاجة اللي أنا بحطها تحت الفراخ على طول أو تحت البطة على طول حطها في التتبيلة بتاعتها. وطبعا دول بصلتين يا جماعة. أنا دايما بقشر البصل في يا لو الفراخ لو بط لو لحمة أي حاجة مهما كان، وأحطهم معايا. دول غير التتبيلة بتاعتهم أو التلوحة بتاعتهم يعني. ليه أمي بتحب تاكل البصل ده بيستوي وبطلعها لهم وتقوم جاية واكلهم بقى، بس بيبقوا طعمهم حكاية. قالت لي حط لي بصلتين يا سوي. بنضفها كده واقوم جايه اشجها نصين، يعني ايه ريحه بسيطه كده بالسكينه عشان ايه تستوي يعني. او طبعا جيت جليت برضو وطلعت الطماطم لما فكت في الفريزر وضربتها في الخلاط وعصرتها. بسم الله ما شاء الله. شفت لما بتتحط في الفريزر يا جماعه وطلعها بتبقى حمرا وحلوه ازاي، جميله جدا. وطبعا السيد اخويا عايز فاصوليا، يعني قال اعملوا له فاصوليا يسار، قلت له خلاص ماشي يا سيد. هو في الحالتين بيحب الفاصوليا بس انا ما بحبهاش، يعني بحب لو في فاصوليا اكل رز وشوربه كده، انما الفاصوليا انا ما بحبهاش. بحب اي اكلات تانية مهما كان لا خلا الفاصوليا دي بصراحه مش عارف. وهو رغم اللي هو اللي بيحبها عندنا في العيله، يقول انا بحب الفاصوليا هاتي لي فاصوليا واجود، خلاص هو ياكل اللي على كيفه. المهم انا في الحالتين انا مش هاكل فاصوليا سيد، قال لي براحتك، قلت له خلاص ماشي. وبعدين احنا هيفض عندنا، هيفض لتاني ليله هيفض. وبعدين قلت لما انت بقى والسيد مع نفسكم كده. اهو جبت طبعا كيس شعريه برضو عشان اعملها في الشوربه، ما انا لازم اعمل شعريه في الشوربه، يا لسان العصفور مره يا شعريه مره، هو الموجود يعني اي حاجه موجوده في هو قال لي اعمل لسان العصفور، قلت له ماشي يا سيد. هو في الحالتين عايز لسان العصفور، قلت له ماشي نعمل لك لسان العصفور، ايه يعني ايه اللي حصل يعني. طب اعملي شعريه حاضر، والله الموجود عندنا هعمله، سواء لسان عصفور سواء شعريه، الموجود يا جماعه هيتعمل هيتعمل.
هو في الحالتين انا هعمل يعني. قال لي يعني ايه؟ قلت له هو الموجود، انا مش هروح اشتري وانا عندي كيس الشعريه اهوت الموجود، سواء لسان عصفور سواء شعريه اللي هلاقيه. اه بسم الله ما شاء الله. عسل. اديتها لون كده بقى، بس كانت جميل جدا. اللهم صل على حضرة النبي. والطاسة دي صغيرة كده، جايبها بس للحاجات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. طاسة صغيرة وحلوة خالص، في ايديا في كل حاجة. اللهم صل على حضرة النبي. اهو الاكل ما باخدش اي حاجة، في لحظة كده. بسم الله ما شاء الله. وادي جبت الرز برضو اتغسل، وحطيت الملح واتردد اهو. وخلصنا احلى غدا اهوت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. اه الفاصوليا والشوربة والرز والفراخ وليمون وكمون، يعني اللهم صل على حضرة النبي. طبعا مجهز الاكل كده عشان السيد يشيله ويطلعوا للعمال فوق الصنايعية، يعني بيشتغلوا عندنا. اللهم صل على حضرة النبي. شفتوا اهو، والشعرية لا غدا بصراحة. اللهم صل على حضرة النبي، يجعلها بالهنا والعافية لكل اللي ياكل منه. انا حبيت كده ايه اصور الصينية في الاخر عشان تشوفوا منظر الصينية التحفة دي. عايزة اللي يتغدى بس يا جماعة، عايزة اللي يقعد وياكل ويسمي كده ويتوكل على الله. بسم الله ما شاء الله. اهو، يجعلها بالهنا والعافية لكل اللي ياكل منه.